السلام عليكم ورحمة الله. من سكن مصر داون تاون حدائق اكتوبر سلمنا مطبخ جديد. خليكم معايا اقول لكم الماتيريال، تصميم الاجهزة. يلا بينا. Okay, let's go. معانا استاذ يحيى بقى يقول لك رأيه ايه في المطبخ. ما شاء الله، الله ينور يا باشمهندس. يعني حقيقة الله ينور. بس زي ما انت شايف ما بنكدبش على حد. في البداية المطبخ معانا من خامة الخشب، خامة الاكليريك اللامع زي ما احنا شايفين. المطبخ كله من خامة اللامع. الدواخل كلها بتاعتي كونتر فيرست وود، المطبخ كله من الكونتر فيرست وود. بنعمل معانا نماذج ادراج جانبية سوفت كلوز زي ما احنا شايفين. بننوع ما بين الظرف، ما بين رولي، وما بين وحدات تخزين عشان نستغل كل مساحة. مطبخ زي ما احنا شايفين مطبخ امريكان. زي ما احنا شايفين المطبخ امريكان لازم يبقى في السيشن شايف واجهه جميله للمطبخ. زي ما احنا شايفين مستغلين كل جزء في المطبخ ده، عاملين له السقف علشان نستفيد باكبر مساحه تخزين معايا في المطبخ. عندي فوق الثلاجه كل ما اقدر اعمل عمق كبير، بشتغل عمق كبير علشان خاطر يشيل معايا الحاجات الكبيره. وهنا جنب الثلاجه عملت رفين صغيرين والمطبخيه وازاز الفامي. هنا جنب الثلاجه برضو ده الجزء بتاع الحوض. طبعا هنا احنا اول ما جينا كان ده الصرف الراكب بتاع الحوض، ما قدرناش نغير فيه اي حاجه، فاشتغلنا على الحوض. والحوض كان موجود، الحوض سمارت اركب. عملنا وحده الحوض جنبها ادراج عشان نبعد الثلاجه شويه عن الميه. يعني الثلاجه ده هو ده المكان الوحيد ليها في قلب المطبخ. والبوتاجاز في الجزئيه دي ده مكانه اهو علشان خاطر مواسير الغاز برضو نازله هنا. وهنا في باب دخول وخروج في البلكونه، فلازم اخلي بالي من مساحه الدخول ومساحه الخروج. يعني البوتاجاز ده كمان هيجي شويه هناك علشان يوسع لي الدنيا. وعملت وحده تخزين جوه البلكونه كبيره جدا. طبعا دي تقدر نستخدمها والباب مقفول. وقسمنا المطبخ من فوق ما بين وحدات قلاب تفتح لفوق ووحدات مفصلي، بحيث ان انا اظبط الشكل بتاعي يا ماشي. واخدنا الوحدات اللي من فوق كلها بنفس الشكل، ماشيه سوا واحد علشان السيمتريه بتاعت المطبخ. ارجع بقى ورا علشان السيمتريه بتاعت المطبخ وجمال. زي ما انتم شايفين استغلينا كل مكان في المطبخ. انا معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.